ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير. ازاي تعرف ان شخص بيفكر فيك؟ اول حاجة تحس ان انت بتفكر فيه جامد قوي، يعني شاغل تفكيرك قوي 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 قوي، يعني لدرجة ان انت كمان بتشتاق له. ممكن عينك تدمع، ممكن يحصل لك قشعريرة في جسمك، تحلم بيه. ممكن ان انت تسمع صوته في اي مكان انت تروحه. ممكن انت تشوف حد كده معدي شبهه، او لابس زيه او بيلبس زيه. ممكن انت تشم ريحته. ممكن ان انت يعني علامات كتير قوي، علامات كتير قوي، وبالاخص ان انت تفكر فيه جامد قوي، ويجي على بالك فجأة. يعني انت ما تبقاش قاعد انا هفكر فيه، لا، ما تقولش انا هفكر فيه. انت قاعد كده بتتفرج على التلفزيون مثلا، وجي على بالك، وجي على بالك بقى، يعني بتفكير قوي، يعني التفكير بتاعك بقى، انت عمال تفكر بطريقة لدرجة ان انت حاسس بحنين قوي ليه، او ان اشتياق قوي ليه، او بيبقى هو بيفكر فيك بنفس الطريقة بالظبط. بالظبط. لو هو فصل تفكير شوية عنك وما بقاش يفكر فيك، انت هتلاقيك تلقائيا كده ما بتفكرش فيه. لكن هو طول ما هو بيفكر فيك، انت هيوصل لك الذبذبات بتاعته وهتفكر فيه. تعرف منين شخص بيفكر فيك وشخص ما بيفكرش فيك؟ لما مثلا يعني الحاجات اللي انا قلتها دي، يبقى هو بيفكر فيك طبعا 100%. لما تبقى قاعد بقى كده مثلا وانفصلت عن شخص وكل حاجة، وانت قاعد بقى وبتحاول ان انت حتى تفكر فيه وما بيجيش على بالك، اعرف ان انت خلاص، يعني اتشلت من دماغه، يعني بنسبة 100%. هو ما بيفكرش خلاص فيك، فانت ما خلاص، هو ما فيش تفكير فيك. فهيجي لك ذبذبات منين؟ ما فيش ذبذبات، هو ما بيفكرش، يبقى انت كمان بالك فاضي، ما انت مش عارف تفكر فيه عشان هو ما بيفكرش فيك. لكن اللي بيفكر فيك بقى بيحصل علامات كتير قوي. ممكن تحلم بيه، ممكن تشم ريحته، تشوفه معدي، تسمع صوته، تلاقي حد بينادي جنبك على اسمه، دايما تحس ان هو مخايلك، تحس ان انت وانت ماشي هو وراك او قدامك، او مش عارف، وتبص ما تلاقوش، تلاقي واحد تاني، تبص تلاقيه مش هو. تشم ريحته، تسمع صوته كتير قوي. تسمع صوته طول ما انت قاعد مثلا في الشغل او حاجة، تسمع صوته. تلاقي الناس مثلا وانت قاعد كده في الشغل عادي في مكتبك، تلاقي الناس ايه بتنادي عليه، او بتقول اسمه جنبك. ده استاذ فلان عمل كذا، ده استاذ مش عارفه ايه. تحس ان انت ايه ده، ايه ده، اشمعنى دلوقتي يعني جه اسمه، او ليه؟ فهو في اللحظه دي بيفكر فيك. آم، واهم حاجه، اهم حاجه ان انت تبقى حاسس من جواك شعور ناحيته، يعني وهو بيفكر فيك، في شعور ايجابي وفي شعور سلبي. لو هو بيفكر فيك بطريقة سلبية، هيجيلك اشعار منه ان هو ان انت متضايق، او ان انت مخنوق، ان انت بتفكر فيه بس بطريقة ان انت مثلا بطريقة مش حلوة. لكن لو هو بيفكر فيك بطريقة ايجابية مثلا، وحب واشتياق وكده، انت هتحس نفس الاحساس. ف يا جماعة الموضوع ده لذيذ قوي على فكرة، وبيعرفنا مين اللي بيفكر فينا ومين اللي ما بيفكرش فينا. بس انتوا تحاولوا تركزوا علشان تعرفوا مين اللي بيفكر فيكم بطريقة سلبية ومين اللي بيفكر فيكم بطريقة ايجابية. بس كده، ده كان فيديو النهاردة. قولوا لي رأيكم في التعليقات، واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد.